هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده جايه لكم بفيديو جديد. هغير لون اوضه النوم. الحيطان هنغير لونها. زي ما انتوا شايفين كده، شلت السرير وهنا ده الدولاب هسيبه مكانه. وهتشوفوا معايا ازاي انا يعني هشيل الحاجات وكده. حبيت اغير لون الاوضه علشان العفشه لونها بني وكده، فمش لايقه عليها النبيت، عايزه حاجه فاتحه. فانا هعملها لونها ابيض ساده. زي ما انتوا شايفين هنا دي التسريحة والسرير والخشب والشنط والحاجات اللي كانت في أوضة النوم والمرتبة. أنا حطيتها في الأوضة التانية لحد ما يعني النقاش يجي يخلصها وكده، وبعد كده أرجع الحاجة زي ما كان. يا رب كده الفيديو يعجبك، ولو أول مرة تشوف قناتي يا حبايبي ما تنساش تشترك فيها وتحط لايك للفيديو وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد مني. ويا رب الفيديو يعجبكم. وهنا بقى الصنايعي كده بدأ يشتغل بالشكل ده يا حبايبي. شايفين الأوضة لونها اتغير ازاي؟ هنا ده الوش الأول. وزي ما انتوا عارفين يعني الشغل الصنايعية وكده، وهوريكم يعني الشكل الأخير. قولوا له ايه رأيكم في شكل الأوضة يعني في النهاية وكده. يا رب كده تعجبكم يعني. وهنا بقى كان الوش الأخير كده بيدي فيه يعني وكده. اللون الابيض بيدي اضاءة حلوة، بيبقى منور كده وحلو. وهيليق خالص على العفش عشان لونه بني. وهنا الدولاب جابوه في النص كده علشان يعملوا الحيطة اللي وراه. والدولاب ما ادعكش ولا اي حاجة يعني كله تمام. فيعني انت لو حابة تغيره كده ومحتارة الدولاب تحطيه فين، مش عايزة تفكيه وكده، فطبعا الصنايعي هو هياخد باله وهيجيبه في النص زي ما عندي يعني وكده، ومحصلش ولا نقطة دهان وكده. وهنا بعد ما رجعنا العفشة السرير ودي التسريحة، وهنا الدولاب رجعناه مكانه الأول. وده شكل الأوضة بعد ما نشفت وده شكلها النهائي. لونها بقى جميل خالص كده مع العفشة البني، بقيت منورة كده. انا هنا جبت بولة فيها مية كده وفوطة قطن، وهبدأ ألمع العفش. ده بلمع في الدولاب كده من غير ملمع ولا اي حاجة، مية بس، وهيبقى زي الملمع واحلى كمان. وهنا العلاقات بتاعت الستارة دي في الحيطة، آه، لها مسامير يعني وكده. ف هربطهم انا يعني مش هجيب حد يعني، حاجة سهلة يعني. احطها كده مسمار في الحيطة كده، لها مكان كده، وبالمفك وهربط يعني المسامير. هي سهلة يعني، مش محتاجة حد يعملها لي. وهنا كنت منظفة الشباك وكل حاجة، وكنسة الارض وبس. هنا انا كنت بلمع في العفش. هعملها وهرجع لكم. اهو شايفين بكل سهولة رجعت زي الاول. وهنا ده الخشب بتاع السرير. هرص الخشب كده، بس قبل ما ارص هجيب الشنط اللي كانت تحت السرير وهحطها زي كده. جبت كل الحاجات اللي هحطها تحت السرير، وبعدين كده هرص الخشب وهرجع المرتبة وكده وزي الاول. ده شكلها خي يعني. الأوضة خدت يومين بس وبقيت زي الفل، رجعت زي الأول وأحلى كمان. مع اللون الجديد رجعت أحلى بمية مرة. وهنا هفرش السرير، هطقم بقى مع الحيطان، هفرشهم مفرش أبيض كده. وده شكله. وهنا هكون يا حبايبي في نهاية الفيديو، وبقوليلي رأيكم في التعليقات. يا رب الفيديو يعجبكم. شايفين؟ فرشت المفرش على التسريحة كده.
بس الستارة كانت في الغسالة يعني وكده، فما قدرتش يعني في اليوم ده انا اصورها وكده، فقلت هعلقها في يوم تاني. وما فرشتش برضو السجاد، قلت في يوم تاني لما اغسلهم وكده. وهنا هكون في نهاية الفيديو، واقول لكم باي باي ومع السلامة.